طبعا انتوا شايفين قدامكم طبق بيض بالبسطرمه من اللي قلبكم بيحبه. بس دي مش اي بسطرمه، دي البسطرمه العراقي او بديل البسطرمه. تعالوا نعملها مع بعض. هنجيب نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليه معلقه صغيره من الملح، فلفل اسود، كمون، والثوم الباودر. هنضيف عليهم اهم مكونين: نص راس من الثوم المفروم، وعليهم معلقتين كبار من الحلبه المطحونه، ودي بنلاقيها عند اي عطار. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا، او لو مش عندنا كبه هنستخدم المطحنه بتاعه الخلاط، وهنطحن الكميه بتاعتنا واحده واحده كده لحد ما توصل معانا للقوام ده. بعد كده هنجيب بقى اي اكياس تلاجة عندنا. انا ما كانش عندي، كان عندي النوع ده من الاكياس، بس طبعا اكياس التلاجة احسن. والكميه دي هنقسمها على 4 اكياس، وهنبتدي نضغط عليها بايدينا، وهنجيب نشابه ونفردها علشان سمكها يبقى رقيق وتبقى شبه البسطرمه العاديه. هنفردها كده بالسمك ده، وهنجيب بقى عصايه الشيش طاووق دي ونقسمها عشان تبقى مربعات صغيره، ولما تطلع من الفريزر يبقى سهل علينا ان احنا نكسرها وما تاخدش مننا اي وقت. الكميه دي عملت 4 اكياس زي ما قلت لكم. لازم نسيبها ساعه على الاقل في الفريزر قبل ما نستخدمها. هنجيب بقى طاسه ونحط معلقه من السمنه، وهنجيب مربعات البسطرمه، وتقدروا كمان بايديكم كده تصغروها يبقى حجمها اصغر. لو حابين تشوحوها وتاكلوها من غير بيض بقى ولا اي حاجه، هي طعمها نقدر نقول 100% نفس طعم البسطرمه، بس شويه بتختلف عشان القوام بتاعها. دي لحمه مفرومه برضو غير اللحمه العاديه، لكن لو من ناحيه الريحه والطعم فهي بالظبط زي البسطرمه الاصليه. انا هنا عملت طاسه بيض ورشيت كده رشه من الملح والفلفل، خطيره بجد، لازم تجربوها.